السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة وصفات أم معاد الجزائرية. نتمنى إن شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بخير. اليوم جبت لكم أروع وألذ مشروب منعنع، الله الله، منشط ومنعش ومهدئ في نفس الوقت ويقدم بارد. إن شاء الله نتمنى تابعوا الوصفة وفرجة ممتعة. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنا عندي النعناع، نحيت هذيك الاغصان، نحيت هذيك الاوراق الجيده، حطيتها هنايا، نقيته ونظفته غسلته شللته بيا. هنا عندي كيلو نتاع القرص، نحيت له لوزاست هذاك اللي يجي من الفوق هكذا، نحتاجوهم. هذا هو اللي راح يعطي لي التعطيره والبنه في العصير نتاعنا. هنايا نحتاجو الكيلو هذاك تاع القرص نتاع عصير، نحيته العصير، عصرته بيان وصفيته وقطرته. وعندي زوج حبات نتاع البنان واللي هو الموز. بسم الله، نبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. هنا نحطوا حوالي كاس نتاع الماء كما راكم تلاحظوا، ونحطوا لوزاز سيترون هذاك مع النعناع هكذا، وراح نطحنوا كلش مع بعض. يعني نطحنوا هكذا مليح لوزاز هذاك مع النعناع هكذا باش يعطينا هذيك البنه. اذا بعد ذلك انا نحطه في لاغيسيبيون تاع الزجاج، وراح نحطوا هذاك الكيلو تاع القرص اللي كنا عصرناه، نحطوا مع النعناع واللوزست هذاك اللي كنا طحناه مع بعضهم، ونزيدوا نحطوا الموز، زوج حبات نتاع الموز، وراح نعاود نميكسي كلش مع بعضه. يعني نميكسي كلش حتى تطحن هذاك الموز مع هذوك المواد. اذا هنا راح نزيد فيه الماء ونكمل ميكسي مليح. الماء حسب الذوق بطبيعه الحال. هنايا راح نصفي، نحطه في المصفاة، وراح نقطر كلش هكذا باش نخرج هذاك العصير. نقطره بيان مليح، لازم يتصفى مليح هكذا. اذا هنا السكر حسب الذوق، كاين اللي يحب السكر وكاين اللي ما يحبش، واكيد حامض لازم نديرو فيه شويه، حاجه قليله نتاع السكر، ما نكثروش بزاف. وراح نخدمه مليح هكذا، وان شاء الله نحطه في القارورات الزجاجيه، ونتلاقاو في نهايه التقديم. مرحبا بكم في نهاية التقديم. شوفوا قبل ما نحطه في هذا الكأس هذا، حطيت هنا شريحة تاع الليمون وحطيت أوراق تاع النعناع، وراح نصب هكذا كما راكم تلاحظوا، تعطي لي واحد البنة. الله الله، هنا يقدم بارد منعش ومنشط ومهدئ في نفس الوقت، ولذيذ بزاف بزاف، يعني بنين للدرجة ما تصوروش. نتمنى إن شاء الله تجربوه في رمضان هذا، أكيد راح يعجبكم بزاف بزاف، وراح ينشطكم ويعطيكم النشاط والحيويه بطبيعه الحال. نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاع نهار اليوم. دمتم لي اصدقاء واوفياء، تلقاو في فيديوهات جديده مع وصفات ام معاد الجزائريه. اتمنى لكم صيام مقبول وذنب مغفور. صحه فطوركم، اترككم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.